أنا جاك، مستكشف حضري، واليوم ده فريقنا وأنا دخلنا مدرسة قديمة مهجورة معروفة بماضيها الغريب. كنا جاهزين بالكاميرات وجهاز التسجيل، متوقعين إننا نلاقي أدلة على أحداث غريبة بدل الأساطير اللي الكل بيتكلم عنها. سمعة المبنى بالنسبة للأصوات الغريبة والنشاط اللي محدش يقدر يفسره كانت دافعنا الوحيد. كل تفاصيل المبنى كانت بتوضح إنه قديم جدا، الحيطان المشروخة والدهان اللي كان بيتقشر والقاعات المهجورة. مظهره ما كانش درامي، مجرد مبنى مهدم ومستسلم للزمن. ركزت على المهمة وما كانش عندي أي اهتمام بشيء تاني. فريقنا كان مكون من أليكس ومارك وديفيد. قسمنا نفسنا عشان نغطي المكان بالكامل، وكل واحد كان مصمم إنه يسجل أي حاجة ممكن تفسر الإشاعات. كنا كلنا محترفين، بنعتمد على الحقائق والأدلة بدل الافتراضات العشوائية. الصمت في الممرات الفاضية كان بيتكسر بس بخطواتنا المحسوبة. كل صوت كنا بنسجل ملاحظات عنه، كل غرفة كنا بنمسحها بعناية وبأسلوب عملي بارد. ما كانش في مجال للمسرحيات أو المبالغات في تحقيقنا. في القاعة الرئيسية سمعنا أصوات واضحة، خطوات وأصوات أطفال وهم بيلعبوا. التسجيلات كانت واضحة بالرغم إننا مش شايفين أي أطفال. سجلنا كل التفاصيل، عارفين إن أي اختلاف بسيط ممكن يكون مهم. الأصوات ما كانتش حادة أو مرعبة، كانت هادية وطبيعية بشكل غريب. كنا بنتحرك من غرفة لغرفة، نقارن الأصوات المسجلة مع الأماكن الفاضية حوالينا. التسجيلات أظهرت نشاطات ما كانش مفروض أي طفل حي يقدر يعملها في مبنى مهجور. مرينا بالفصول الدراسية اللي كانت مليانة بمكاتب قديمة وسبورة طباشير، والضحك اللي كان بيختلط مع خطواتنا. كل غرفة كان فيها سر، بالرغم إنه ما كانش في حاجة تبان خطيرة في البداية. أسلوبنا كان علمي وتركيزي على الأدلة فقط. كان واضح إن المبنى كان محتفظ ببعض آثار الحياة الماضية، لكن ما كانش فيه أي علامة على تهديد مباشر. المكان كان عادي جدا باستثناء الأصوات الغامضة اللي كانت بتوحي بوجود حاجة خارقة للطبيعة. وفجأة شفنا حاجة عمرنا ما كنا نتوقع إننا نشوفها في حياتنا. كانوا أطفال، لكن في نفس الوقت كانوا مش أطفال. الأطفال دول ما كانوش أحياء، كانوا أشباح. أشكالهم كانت بتظهر وتختفي كل ثانية، كأنها مشهد في فيلم مصور بشكل سيء. فريقنا كان عايز يهرب فورا، لكني وقفتهم. أدركت في اللحظة دي إن مفيش داعي للخوف، دول كانوا مجرد أطفال. الجو كان بيشع بالود ومكنتش حاسس بأي شر أو تهديد منهم. كانوا بيتصرفوا وكأنهم في حياتهم العادية، بيتحركوا في الممرات وكأنهم بيلعبوا. أشكالهم كانت بالكاد مميزة وسط الخلفية اللي كانت مليانة بالخراب، وأنا كنت بسجل حركاتهم وبتابع كل التفاصيل بطريقة دقيقة وهادئة. واحد من الأطفال حتى لوح لنا وهو ماشي. سلوكهم كان طبيعي جدا، مش عدائي ولا مخيف. الصور كانت واضحة، أشكال صغيرة بيلبس بسيط بيتحركوا بحرية وسط المكان الكئيب. الأطفال الأشباح فضلوا بيكملوا نشاطهم بدون أي محاولة للاختباء. كانوا بيتجولوا في الممرات بحرية، وجودهم كان بسيط وغير متكلف. كل حركة تم توثيقها بدون أي محاولة لإضافة درامية أو وصف شعري. بالرغم إن سلوكهم كان ودي، كان في إحساس غريب بيغطي الحقائق. التسجيلات كانت بتظهر لعبة عادية، لكن المكان كان أبعد ما يكون عن العادي. فجأة ظهر شخص عند آخر ممر طويل مظلم. كان رجل حالته غير مرتبة، لابس زي مدرس قديم ومتآكل، وظهر في المشهد بشكل مفاجئ وغير متوقع. في لحظة واحدة الجو كله اتغير. ما كانش فيه أي تمهيد، بس ظهور مفاجئ لشخص ما كانوش ينتمي للمكان ده. أول ما ظهر الأطفال الأشباح اتفرقوا في لحظة بدون أي تردد. وجودهم المرح اختفى تماما، وحل مكانه إحساس خانق بالتوتر. كنت حريص إني أوثق كل لحظة وهو بياخد مركز الأحداث. ديفيد كان لوحده في الفصل لما الراجل ده دخل. بحركة عنيفة واحدة مد إيده وهاجم. الهجوم كان خام ومباشر، وسابنا قدام حقيقة لا يمكن إنكارها، إن تحقيقنا تحول لكارثة خطيرة. بصراحة في اللحظة دي ما كناش بنفكر في صاحبنا، كل اللي كان شاغلنا إننا نهرب بأسرع ما يمكن. المدرس الشبح ركز عليا بسرعة، وبدأت أهرب من المشهد معتمدة بس على غرائزي، وأنا بتحرك وسط متاهة من الممرات. كل خطوة كنت بحسبها عشان أسبق التهديد اللي كان بيتبعني بلا هوادة. تخطيط المبنى ما كانش بيقدم أي فرصة لهروب سلس. كنت بجري وسط ممرات ضيقة بسرعتي القصوى. افتكرت إني هربت منه، لكن فجأة حاجة دفعتني على الحيطة. كان واقف قدامي، قبضته كانت مشدودة على رقبتي ورؤيتي بدأت تضطرب.
رجليا كانت متعلقة فوق الأرض وهو ماسكني بسهولة. وشه كان قريب مني جدا، وملامحه المليانة شر ومليانة تفاصيل مرعبة كانت واضحة. عيونه الغائرة، جلده المتحلل، والطريقة اللي شفايفه كانت بتتحرك بيها كأنه بيهمس حاجة مش مسموعة. إيدي كانت بتحاول تتحرر من قبضته، لكن كان كأنها بتحاول تكسر حديد صلب. جسمي بدأ يضعف، ورئتي كانت بتحرقني، ولما كان الظلام قربي يبلعني حاجة اتغيرت. ضحكات عالية ومرتفعة بدأت تتردد في الممرات، وسمعنا بعدها همسات صغيرة ومتوترة. فجأة أيادي صغيرة مسكتني من كل اتجاه. الأطفال الأشباح كانوا متعلقين بذراعي، رجلي، وحتى كتافي. أصابعهم الصغيرة كانت بتحاول تفك قبضة المدرس عن رقبتي. همساتهم اتحولت لصراخ مذعور. المدرس صرخ صرخة ما كانتش بشرية بالكامل ولا حتى من العالم ده. فجأة سابني بعنف وأنا وقعت على الأرض المغطاة بالتراب وأنا بتنفس بصعوبة. لكن الأطفال ما وقفوش، هجموا على الشبح المدرس، بيشدوا في أطرافه، بيتسلقوا عليه بحركات عشوائية ومليانة يأس. حاول يهزهم عشان يبعدهم، لكنهم مسكوا فيه بقوة غير طبيعية. همساتهم بقت أعلى وأعلى، لحد ما بقى الطيار لا ينتهي من الأصوات بلغات أنا مش فاهمها. وأنا بحاول أقوم على رجلي شفت شكل المدرس بيختفي ويظهر زي فيلم مشوش. غضبه اتحول لحاجة تانية، خوف. حاول يضرب الأطفال لكن هم متهزوش. واحدة منهم، نفس البنت الصغيرة اللي لوحت لنا قبل كده، بص لي، عينيها كانت فارغة ومش ممكن تفهم منها حاجة. قعدت تبص لي لحظة قصيرة، وبعدها رجعت تركز على المدرس، وفجأة اختفوا كلهم. المدرس، الأطفال، الأصوات الغريبة، كأنهم ما كانوش موجودين أصلا. الممر بقى هادي تاني، باستثناء صوت نفسي اللي كنت باخده بصعوبة. بس أنا كنت عارف كويس إن ده ما كانش معناه إن الخطر راح. ما وقفتش عشان أفكر أو أسأل اللي حصل. غرائزي كانت بتصرخ فيا إني أمشي، أخرج بسرعة قبل ما يحصل أي حاجة تانية. فضلت أجري، رجلي بتترعش، وكل زاوية في المدرسة كانت بقت كأنها فخ مستني ينطلق. ولما وصلت للباب قلبي غرق. الباب كان مقفول، لأ، مش بس مقفولة، كان مختوما كأن مفيش مدخل أصلا. الذعر اجتاحني، لكن أجبرت نفسي على التفكير. لازم يكون في طريقة تانية. عيني كانت بتلف يمين وشمال لحد ما ثبتت على شباك مكسور في آخر الممر. من غير أي تردد جريت ناحيته. الزجاج دخل في جسمي وأنا بخترقه، وقعت بره على الأرض بتوجع جامد. ما وقفتش، بسرعة حاولت أقوم على رجلي وكملت جرية من غير ما أبص ورايا. ما شفتش أصحابي تاني، ولا واحد منهم خرج. أساميهم عمرها ما اتسجلت، وجودهم اختفى معاهم. محدش صدق حكايتي، ومع الوقت بطلت أحكيها. كل دليل كنا جمعناه ضاع، كأن المدرسة نفسها مسحت كل آثار التحقيق بتاعنا. عدت 5 سنين من اليوم ده، لكن لسه بسمع صدى اللي حصل في الليلة دي. أوقات وأنا مغمض عيني بحس بأيادي صغيرة بتشدني، بتهمس لي بصوت مش من العالم ده. وبعرف إن مهما حصل في الليلة دي، المدرسة لسه فاكرة ومستنية.